الجدول الدراسي هيتم وضعه على 6 أيام، وبالتالي بيدي مساحة أكبر لوضع الجدول على 6 أيام. مدارس أخرى كثافتها عالية وبتعمل فترتين، بتعمل فترة واحدة، هنا تستطيع أنها تعمل فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، وبالتالي يمكن تقسيم. طيب أنا هدخل معاك في البداية تفصيلا بعد قليل، ولكن هناك بعض النقاط أود حسمها في البداية. يعني كما استمعنا في التقرير في بداية الحلقة، جايز يكون في عنصرين هامين هم بيهموا الحقيقة الأسرة المصرية وأولياء الأمور بشكل عام: عنصر الاطمئنان على الحالة الصحية للأولاد، وعنصر جودة التعليم. خلينا أقف عند العنصر الأول. سؤال هو في أصوات كثيرة في الشارع بتقول انتوا ليه مستعجلين اذا كان ما زالت هناك خطوره؟ في بعض الاهالي زي ما سمعنا واحده بتقول انا مش هودي اولادي مهما كان السبب لغايه ما اطمئن بشكل كلي وشكل كامل. انتوا ليه مستعجلين؟ ليه ما تاجلوش الدراسه مره ثانيه؟ هو الحقيقه استمرار الدراسه واستمرار العمليه التعليميه في صالح المجتمع كله. احنا بنتحدث عن عمليه تعليميه فيها مناهج، فيها موضوعات لابد من استمرارها على مدى العام. الجزء الخاص بإعداد المدرسة هو ده كان الشغل الشاغل، لأن احنا بنتكلم على أولا تخفيض كثافات، وثانيا إعداد المدرسة من الناحية الصحية، وبالذات فيما يتعلق بتوفر المياه، عمليات الصرف، تنظيف الخزانات، وجود غرفة للعزل في كل مدرسة، الزائرة الصحية. وزارة الصحة الحقيقة وفرت أيضا حقائب لكل مدرسة. احنا وصلنا حتى اليوم 34,000 حقيبة وتم توزيعهم على المدارس، وبنصل إلى 50,000. دي فيها ملصقات، وفيها ملصقات مهمة قوي للتوعية، وفيها كتيبات بتوزع، وفيها طبعا بعض التعليمات موجودة في شكل إلكتروني في شكل CD، كلها بيتم توزيعها على المدارس. فكان مهم الحقيقة التأكد من أنه حالة المدارس حالة جيدة من ناحية استعداد المدرسة لاستقبال أولادنا وبدء العملية التعليمية. خليني أخذ منك تصريح واضح في هذه المسألة. ليست هناك خطورة على أبنائنا في أن يعودوا للعام الدراسي اللي بيدخلوا مدارسهم، ما فيش أي خطورة على الأولاد صحيا في أن هم يرجعوا مرة أخرى للدراسة في هذا التوقيت؟ يعني بالتأكيد لو كان في أي خطورة كنا لازم هنتخذ إجراء آخر، لأنه صحة أولادنا لها الدرجة الأولى من الأهمية. فإحنا بنتكلم على بدء عام دراسي في ظل هذه الظروف، مع الاحتياطات اللي تمت في تقليل الكثافات وفي إعداد المدارس مطمئنة، بحيث أن احنا نبدأ العام الدراسي يوم 3 أكتوبر. مش معنى ذلك أنه لن تحدث هناك حالات، لكن احنا بنتكلم على مرض، بنتكلم على فيروس ضعيف بيتم التعامل معاه إما داخل المنزل أو بالتعامل بشكل العزل لكل حالة من الحالات، واللي بيعود مرة أخرى إلى النشاط. ويمكن يعني لو نذكر أنه الحالات اللي موجودة 922 حالة، إنما الحالات اللي شفيت تماما أكثر من 800 حالة. 800 صحيح. طب هنا خلينا برضه أضع سؤال بيتردد على هل الهم الرئيسي لوزارة التربية والتعليم في عودة المدارس هو تحصيل المصروفات الدراسية؟ لا، الحقيقة احنا يعني اولا لازم نحط في اعتبارنا الحقائق اللي موجودة على ارض الواقع. احنا لدينا 92.5% من المدارس مدارس حكومية. المدارس الحكومية المصروفات لا توجد مصروفات دراسية، في رسوم أنشطة. هذه الرسوم في حدود 34 جنيه للابتدائي و44 جنيه للإعدادي في السنة. وبنتكلم في الثانوي يعني حوالي 55 أو 56 جنيه، وللثانوي الفني 59 جنيه. هذه الرسوم بالكامل كان في قرار هذا العام إنها تكون موجودة داخل المدرسة. 100% من البنود الخاصة بالصيانة بتكون موجودة في المدرسة، و85% موجودة تحت تصرف مدير المدرسة للصرف منها على عملية إعداد المدرسة، لأن احنا خلال العام الدراسي هيكون في احتياج لأدوات تنظيف، هيكون في احتياج لمنظفات، لصيانة المرافق الخاصة بالمدرسة، كلها هتكون موجودة من خلال هذه الرسوم البسيطة. ده فيما يتعلق بالمدارس. 7.5% هي اللي هي بنتكلم عليها المدارس الخاصة. فالحقيقة مفيش علاقة خالص بين هذه الرسوم. وال7.5 المدارس الخاصة ليس هناك مشكلة أنهم يحصلوا مصروفاتهم الدراسية وكذا، حتى على الرغم من تقليص عدد أيام الدراسة فيها. بالتأكيد
بالتأكيد طبعا انه تحصيل الرسوم الدراسية جزء اساسي، لانه المدرسة ايضا الخاصة مرتبطة بالتزامات في مرتبات المعلمين وفي المصروفات الخاصة بالمدرسة. هل يمكن القول أن هناك حالة تنسيق كاملة بدرجة 100% بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة الصحة، أم أن هناك اختلاف دعني أسميه في بعض الرؤى في بعض أساليب العلاج في التعامل مع موضوع الدراسة المدارس المصرية؟ لا، الحقيقة أنا عايز أأكد للنقطة دي أن هناك تنسيق كامل الحقيقة واتصال مستمر بين وزارة التعليم ووزارة الصحة، والتأكيد على أن وجود منسق صحي في كل مدرسة تم تسميته، إما أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو واحد من المشرفين الاجتماعيين يكون هو منسق مع وزارة الصحة، بحيث أنه يكون عنده وسائل الاتصال وأرقام التليفونات والشكل اللي ممكن أنه هو يتصرف بيه بشكل جيد في حالة ظهور أي حالة داخل المدرسة. طب في حالة ما لو ظهرت أي حالة داخل المدرسة، هل كل المدارس مهيئة، أو هل يمكن التأكيد أن كل المدارس الآن مهيئة لأن تتعامل مع تلك الحالة، وأن هناك الإجراءات الكفيلة والكافية لحماية بقية الطلاب؟ هو ده الحقيقة كان أحد العناصر التنسيق اللي تمت خلال الفترة الماضية من خلال الحلقات اللي تمت من شبكة الفيديو كونفرنس اللي كان فيها وزارة الصحة مع وزارة التربية والتعليم بتتعامل مع القيادات التعليمية على مستوى المحافظات كلها، وبيحضرها مدير المديريات ومدير الإدارات لكيفية التعامل مع كل الحالات، وانتهت إلى تعليمات موجودة ومكتوبة: كيفية التعامل في حالة الاشتباه، كيفية التعامل في حالة ظهور حالة، ولو في حالة مؤكدة بيتم إغلاق الفصل بالكامل لمدة أسبوعين، ولو في أكتر من فصل بيتم إغلاق المدرسة بعد ما بيتم أخذ رأي طبعا مديرية الصحة، وبتعرض هذه المواقف على المحافظ، وبيتخذ الإجراءات على مستوى المحافظة في إغلاق المدرسة. فإحنا الحقيقة واخدين جانب التحوط إلى أعلى درجة، إن لو في حالة واحدة مؤكدة في الفصل بيتم إغلاق الفصل لمدة أسبوعين. لو في أكتر من أو فصل فيه أكتر من فصل في المدرسة ممكن قوي إن تغلق المدرسة لمدة أسبوعين، لأن الحقيقة لابد إن احنا نضع الناحية الصحية في أعلى درجة من الأولوية. طيب هل هناك ما يكفي من عقار التاميفلو للعلاج لدى هذه المدارس أو المدارس المصرية جميعها؟ هل هناك ما يكفي من هذا العقار بالفعل موجود لدى كل المدارس أو في المناطق الموجودة في كل المدارس؟ هو الحقيقة وزارة الصحة عندها مخزون يقارب 5 مليون جرعة من عقار التاميفلو، ويعني في التقدير وزارة الصحة أن ده كافي جدا للتعامل مع كل الحالات، وبتتعامل معها طبعا بدون أي نفقات، يعني بمجرد وجود هذه الحالة، وسواء كان هيتم العلاج في المنزل أو هيتم في المستشفى، في كل الحالات بيتم توفير هذا العقار للعلاج. التنسيق بين مديريات الصحة وبين المدارس ومديريات التعليم هو تنسيق المفترض أن يكون تنسيق كامل. هل لديكم خطة في مسألة الاتصال، وكيف يمكن الاتصال بين الأطراف المختلفة دي كلها؟ طبعا في غرفة عمليات في كل مديرية من المديريات، وغرفة العمليات فيها العنصر الطبي مع العنصر التعليمي. على مستوى المدرسة في زائرة صحية على الأقل، وفي طبيب لعدد من المدارس. مش كل مدرسة عندها وحدة صحية، مش كل مدرسة عندها غرفة مخصصة أو زائرة صحية بتصور. كل مدرسة عندها زائرة صحية، مش كل مدرسة عندها عيادة، يعني عدد مدرسة عندها عيادة مثلا. لكن كل مدرسة عندها غرفة عزل. والحقيقة وزارة الصحة حددت بالظبط ايه المواصفات غرفة العزل، انها